انطلاقتها كانت عبر فيلم مذكرات مراهقة للمخرجة إيناس الدغيدي. هند صبري الممثلة التونسية التي بدأت حياتها الفنية منذ 10 سنوات في القاهرة هي اليوم إحدى أهم نجمات مصر. في لقائها مع صباح العربية قالت هند إنها سعيدة لتقديمها فيلمي أسماء و18 يوم لأنهما يجبران المشاهد على التفكير. وقالت هند هند الإنسانة جلادة لهند الممثلة. التفاصيل مع الزميلة لانا الجندي. هند صبري تشاركين هذا العام بفيلمين أسماء و18 يوم. كمشاهدة ولو دخلتي صالة السينما أيهما كنت ستختارين؟ أعتقد المشاهد العربي متعطش إلى أي نوع جديد من السينما، وتعب ومل من هذه السينما الاستهلاكية التجارية التي لا تفيد ولا تضر، هي مجرد تسلية. والحمد لله أنا القاسم المشترك بين 18 يوم وأسماء أنه فعلا الاثنين يجبروا المشاهد على التفكير. أنا اسمي أسماء. أنا عندي إيدز. أفلام السينما هل هي يجب أن تثير عاطفة المشاهد كما في فيلم أسماء أو حتى في شخصيتك في فيلم 18 يوم؟ يعني هي إحدى قواعد الدراما الأساسية التي يجب على كل ممثل أن يعمل حسابها، هو أن لو لم يتعاطف الجمهور مع الشخصية، سواء كان تعاطف إيجابي أو تعاطف سلبي، ممكن الجمهور يكره شخصية لكن هذا يعني أنه الممثل نجح في أدائها. فمهم جدا أن تترك الشخصية أثر معين عند الجمهور. والحمد لله الدموع اللي شفناها في عرض أسماء وكمان في عرض 18 يوم يؤكدان على انه هذا التعاطف موجود الحمد لله. مفيش قرارات صح وغلط، في انا عايزه كده وانت بقى مقرره وعارفه انت عايزه ايه. هند صبري تشاهدين افلامك بعين المشاهده العاديه ام بعين الممثله الناقده التي تنقد كل تفاصيل الشخصيات المؤداه؟ هقول لك سر، اول فيلم فعلا فرجت عليه كمشاهده بدون أن أرى هند هو أسماء، يمكن لأنه الشكل كان مختلف، السن، المرحلة العمرية، المشية، القعدة، كله كان مختلف. وكانت فعلا في ميتامورفوسيس، يعني كان في تحول. وكان عندنا ماكيورا كانت بتعمل لي ميك اب ارتست، كانت بتعمل لي 4 ساعات ميك اب في اليوم، وغيرنا الشكل تماما وكان الموضوع متعب. فأول مرة أشوف فيلم وأنا مرتاحة بدون أن أكون جلاد نفسي، هذا المشهد كان ممكن، هاي الكلمة ليه قلت. لا، أسماء كنت فعلا متفرجة، لكن أنا عادة جلادة، يعني جلادة لهند الممثلة. لا أستحمل أن أرى صورتي. ما حدش ليه الحق إنه يسألني المرض جالي إزاي، ما حدش ليه الحق ده. في ممثلين أنا يعني حابة إني أتعامل معهم لأنه مرينا جنب بعض في أشياء ولم نتقابل فعلا، مثل خالد الصاوي، عملنا عمارة يعقوبيان مثلا مع بعض لكن لم نتقابل في مشهد. فهو مثلا من الممثلين اللي فعلا أريد أن أعمل معهم في المستقبل. في الكثير من الممثلين، يعني مش أحمد حلمي مثلا أحترمه جدا أشيد بذكائه في تنقية أدواره حتى لو كانت أفلام تجارية، لكن دائما يقدم الجديد إلى الجمهور. تشكيلك يا بيه. اهدى. صدق انك راجل هزء وقليل الأدب. وضعتي طفلتك عليا في مرحلة الربيع العربي، ما هي أول قصة ستحكيها عندما تكبر عليا؟ هل هي قصة تونس أم قصة مصر؟ احكي لها حكايه تونس ومصر، بما انها تونسيه مصريه وعندها الجنسيه التونسيه وعندها الجنسيه المصريه، وهي يمكن اكثر دم محظوظ بالعالم اليوم لانها خليط من الدم التونسي المصري الحر. واعتقد انه ابوها كان وانا حامل كان يلملم قصاقيس الجرايد ويقص كل الاخبار، تنحي مبارك، هروب بن علي، وبيعمل لها البوم. ف يعني انا فعلا أنتظر ذلك اليوم اللي تفهم علاقتها وعلاقة بولادتها بتاريخنا وبتاريخ الأكبر وبتاريخ أبوها وأمها.